حكاية سيد أحمد ما علوش العيد، واعمل الخير ما تلقى كان الخير. يا سادة يا مادة، يدلنا ويدلكم لطريق الخير والشهادة. بيتنا حرير، بيتكم كتان، وبيت العدو ترتع فيه الفيران. هوكا جرات العادة كريحة العيد الكبير تبدأ تفوح، وتولي وين ترمي عينك تلقى رحبة غنم، وتولي ما تسمع كان اللي يسأل على سوم العلوش بقداش يمشي، وبالة القرد بقداش تمشي، وكيلو الفحم بقداش يمشي، وفي الاخر ومن الاخر ما ماشي فيها كان الزوالي وخوه. مشهورة الأسوام الخيالية والنار والمسمار، ومن جملة هالزواولة هو راجل طيب يقولوا له سيد أحمد، برغم اللي حاله على قده أما راجل منظم. لازم في كل عام يشري عيده ويفرح صغيراته ومولات بيته، يبدا قاري حسابه من قبل، مخبي تفتوفة العيد على شيرة، وقبل 7 أيام من الوقفة قصد ربي للسوق مع الفجاري. بعد ما عمل دورة باهية اختار علوش على قد الحال ويملى العيد في نفس الوقت، وتمت البيعة ببركة ربي. يا وكا كلا كاميونة عاد باش روح بيه للحومة، كي جا باش يهبطوا والعلوش مازال كهكا جافل شوية، فلت من يد سيد أحمد وهرب، هو يجري والعلوش يجري، هو يجري والعلوش يجري، حتى لين خلطت عليه يلقاه دخل في دار بجنب داره، دار مخصصة لرعاية الأيتام وفاقد بيه السند. يلقى قدامها امرأة كبيرة هي اللي لاهية بالأولاد، ديما قاعدة قدام الباب تلم كتب من تبرعات تعاونها على مسؤولية الأولاد. شافت العلوش داخلين الدار وشافت سيد أحمد داخل وراها، شكرته وقالت له إن شاء الله صدقة بالغة يا وليدي وربي يبارك لك. مسكين ما لقاه ما يقول ولا جو، وحشم باش يقول لها اللي هو هرب منه وفسها القف الحكاية وقال لها العلوش يا ميمتي هدية رب العالمين ليكم، وسامحني يا ميمتي كان قصرنا معاكم. هو يقول بينه وبين روحه العلوش هذا بالذات مشى لوين يلزمه يمشي، وكتبوا ربي لهاك الوليدات اليتامى والمحتاجين. كيما حكينا قبل على سيد أحمد ما عندوش الزايد وعلى قد الحال، وروح للدار وهو يخمم اش باش يعمل. اتلز مسكين يستعملك الزوز فرنك اللي كان مخباهم الوقت الشدة، قرر هو يشري بهم علوش آخر ويخمم في ولاده اللي يستناو في العلوش اللي بقرونه. لين غدوة الصباح وكل عادة على الفجاري خرج قصد ربي للسوق. هو خارج من الجامعة بعد ما كمل صلاة الصبح يشوف في كاميونة فيها علالش يملاو العين أنواع وأشكال، صلي على النبي. مشى حب يسأل على الأسوام ما لقى حد، قعد يستنى في مول الكاميونة، هو حاير وخايف يطلعوش الأسوام مش قد الميزانية اللي عنده. هو هكاك يستنى ويجي الراجل مول العلالش ظهر هو اللي كان يصلي بجنبه في الجامع. وكي سألوا على سوم العلوش اللي اختاروا قالوا سامحني يا خويا راني مش حاطتهم للبيع وتوا هاني ماشي هازم للسوق. سيد أحمد جا ماشي وبقى بخير، عيط له مول الكامونة قالوا تراه قل لي أنا هو العلوش اللي سألتني عليه. قالوا سيد أحمد هو عزيز نفس، لا ما يسالش من غير ما نحرجك يا خويا، برا امشي اخدم على روحك ربي يجيب لك رزق وتلقى الخير. الراجل كبش وقالوا ماكش متحرك من هنا الا ما توريني العلوش اللي اخترته وسالتني على سومه. قالوا سيد احمد هو مستغرب، يا خويا تشبيك كبشت يا خويا شديد صحيح، انا راني منحب لك خساره. اوكي باش تهزوا للسوق اكيد باش تربح وربي باش يرزقك من واسع، ولهذا برا امشي يقصد ربي للسوق تلقى الخير. وقتها عاد قال الراجل اسمعني من الاخر يا خويا، انا اوعدت ربي اذا كان رزقني الخير والبركه من العلاج العام السنه نتصدق باول علوش يقصدوني فيه، وانت كنت اول واحد. برا اختار اللي يعجبك واللي يحلى في عينك مبروك عليك. وقتها حس سيد احمد
بقيمة وفضل الصدقة. وكما تصدق بالعلوش نتاعو في الأيتام ربي يعوض له ما خير منه وربي يبارك له. واعمل الخير تلقى الخير. وإن شاء الله عيدكم مبروك وسنين دايمة. وحكايتنا تعيش مع حكايات درويش.